السلطات ملهاش قواعد معينه، دي جمله دايما بقولها لما بعمل لكم اي سلطه، بس اللي اكتشفته بعد كده ان السلطه زي الطبخ بالظبط، ليها قواعد مش معقده قوي، مجرد حاجات سهله وبسيطه لو عملتوها على حسب ذوقكم، تحطوا المكونات اللي انتوا عايزينها وهتعملوا احلى سلطه ممكن تتخيلوا. ومن الحاجات اللي خلت الناس ما تاكلش سلطه كتير او ما تحبهاش قوي وتربطها دايما بالدايت، لان السلطات مش واخده حقها، واوقات بتكون ممله، اوقات بتكون اتعملت غلط فالمكونات طعمها مش باين قوي في السلطه، واوقات بيكون طريقه تقديمها غلط، زي مثلا اننا نحط الدريسنج من قبلها بكتير فبتبقى السلطه كلها ميه والخضار مش ماشي مع الدريسنج بتاعته، وممكن يكون ده اللي بيخليها اخر حاجه تخلص على الترابيزه او ممكن تقعد لحد تاني يوم. وعلشان بحب السلطه وجربت كتير اعمل سلطات، منها اللي طلع حلو ومنها اللي طلع مش حلو، هقول لكم في سلسله الفيديوهات اللي جايه انواع السلطه وازاي نحط ايه مع ايه، وانواع الدريسنج اللي ممكن يليق على كل سلطه، السلطات اللي ممكن تنفع للاطفال او لا، ازاي نعمل سلطه ممكن تتاكل جنب الاكل او سلطه ناكلها لوحدها، وطريقه تقطيع الخضار في كل سلطه، وازاي ندخل الفاكهه في السلطه بطريقه حلوه وخفيفه وما تكونش مسكره. في اخر الفيديو السلطه دي كان المفروض تكون سلطه فتوش بس ناقصها حاجات كتير، قولوا لي في الكومنتس الحاجات اللي ناقصه. استنوا الفيديوهات اللي جايه هقول لكم ازاي تعملوا احلى سلطه، وبالهنا والشفا.